حجم ملف ال PST، الحجم الطبيعي لملف ال PST في برنامج الأوتلوك. ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة بإذن الله، لكن بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني وعايزين نعرف ايه هو الحجم الامثل لملف ال PST، وفين نقدر نلاقي ملف ال PST، وفين نقدر نلاقي الادوات اللي بتساعدنا في حل مشاكل ال PST، وايه المشاكل المتسببة في التلف الدمج اللي بيحصل لل PST فايل. الاول احنا كنا اشرنا قبل كده لان ال PST او ملف ال PST اللي احنا بنتعامل عليه اللي هو بيبقى فيه البريد الصادر والوارد، الانبوتس والاوتبوتس. ده الملف ده عادة بيكون موجود في برنامج الاوتلوك، وبيكون تحت تابة الداتا فايل زي ما احنا شايفين، ونقدر من هنا نقول له ورينا الفايل لوكيشن. الملف ده حجمه بيكبر في بعض الأحيان وبيوصل لأحجام كبيرة، ولما بيوصل لحجم كبير بنقدر في الحالة دي نقول لازم نقلل من الحجم، وبنلجأ لأداة من الأدوات المهمة اللي شرحناها قبل كده، وهي أداة الأركايف. طيب لحد امتى نقدر نقول الحجم بتاعنا كويس ومن بعديها نبتدي نقول لا انا لازم اودي الرسائل الزيادة في الاركايف؟ احنا عندنا عوامل كتير. اولا الجهاز بتاعنا امكانياته قد ايه، لازم تراعي النقطة دي كويسة. يعني ما نجيبش جهاز كور اي 3 مثلا ونقول ان انا احط عليه ال PST حجمه 50 جيجا 60 جيجا 70 جيجا. لا طبعا ده ضرب من ضروب الخيال، اللي يعني لو الدنيا لسه ماشيه معاك كويس فانت انسان محظوظ. لكن احنا عندنا في امكانيات الجهاز بتاعنا لازم تكون امكانيات كويسه معقوله. الاوتلوك، برنامج الاوتلوك اللي هو تابع لمجموعه مايكروسوفت لازم تكون انهانسد. كل اصدار بيبقى ليه احجام محدده، يعني ال 2007 ليه حجم، من بعد 2010 ليه حجم تاني للبي اس تي. نقدر احنا بقى نروح على ريجستري ونكبر حجم ملف البي اس تي وان كان ده غير مرغوب فيه. طيب البي اس تي حجمه بيبوظ امتى، او ايه اللي بيخليه يبوظ؟ اولا حجم البي اس تي لو كبر فهو بيبوظ. ثانيا الكهرباء لو قطعت على الاوتلوك وهو شغال بيؤدي في مره في الثانيه في الثالثه ان الملف بيحصل له دامج ويحصل له تلف، وبالتالي بنضطر ان احنا نروح لاداه من الادوات المشهوره عندنا، اللي هي اداه السكان بي اس تي. واداه السكان بي اس تي في الحاله دي احنا بنقدر نجيبها من الفولدر اللي موجود جوه الاوتلوك، او سوري جوه الويندوز. وكل اصدار من اصدارات الويندوز بيبقى ليه مكان بنحفظ فيه برنامج، او بيبقى جاي ديفولت محفوظ فيه مكان scanpst.exe. طيب هنقول ان انا عندي مشكله حصلت في البي اس تي وانا عايز اصلحها. اجيب السكان بي اس تي منين؟ انا جمعت لكم يعني معظم الاماكن اللي موجود فيها على الاصدارات المختلفه. وطبعا زي ما انتم عارفين كاي تي، عارفين ان احنا عندنا الويندوز ال 32 بت وال 64 بت، وعارفين ال 64 هو الانهانسد، وعارفين ان عندنا في الاوفيس اللي موجود على الكمبيوتر، وعارفين ان في الاوفيس ال 365. فده فايل انا هحاول امرره قدام عينيكوا كده ببطء شويه عشان نقدر نبص عليه ونشوف كل اصدار من اصدارات الويندوز بيكون موجود البي اس تي فين، يعني او سوري الاوفيس. يعني مثلا الاوفيس 2013 هيقول لي ان مع الويندوز ال 32 هيكون الفولدر تحت سي بروجرام فايل لحد لما هوصل للاوفيس ال 15. يبقى عندي الاوتلوك ال 13 هيبقى عند في الفولدر الاوفيس ال 15. الاوتلوك ال 10 الفيرجن ال 2010 هنلاقيه في الاوفيس 2014. طبعا ده بعد ما بنوصل للباس كامل.
يبقى احنا هنا صنفناهم. طبعا ال 2007 هنلاقيه على نهاية الروت بتاعه ال 2000 او سوري على الاوفيس ال 12. طيب هنا لما هنطلع فوق شوية هنلاقي ان لو بصينا على الاصدارات المختلفة هنلاقي ان في لوكيشن هيبقى طبعا في ال 2016 هنلاقيه في ال 16 في الاوفيس 16. احنا سايبين الكلام قدام عينينا اهو بنمرره عشان خاطر نقدر ناخد فكرة عنه ونروح بسرعة نبص عليه. طيب لما اوصل للفايل ده هدور بعد كده على ملف اسمه scanpst.exe وابتدي اشغله عشان احل مشكلة الملف بتاع الاوتلوك اللي ما بيفتحش. طيب احجام بقى الملف بتاعي ال 2007 يفضل انه ما يزيدش عن ال 20 جيجا. طبعا اللي اقل من كده افضل بكتير. طيب من بعد 2007 لو اتكلمنا على الاوفيس ال 2010 فيما بعد احنا بنتكلم على 50 جيجا. انا بتكلم في الماكسيمم سايز يعني اللي اقل من كده هو الافضل يعني. بس انت ما توصلش لكده، لو وصلت لكده هتضطر تروح على الاركايفنج على طول عشان تقدر تشيل الملفات بتاعتك. يبقى انا 20 جيجا انا بتكلم على لحد ال 2007. من بعد 2007 في ال 2010 بنتكلم في 50 جيجا لحد 2019 و2000 والله كمان 21 تقدر توصل لحد 50 جيجا. نقدر بعد كده في الريجستري نزود حجم الديفولت سايز ده نقدر، ولكن مش محبب. ولو حابين نعمل حلقة عن الكلام ده نعمل لكم حلقة عن الكلام ده. نجمل الكلام بتاعنا النهاردة. ملف البي اس تي بيحصل له دامج ومشاكل بعض الأحيان لما الكهرباء بتقطع عليه بنقفل الويندوز بتاعنا بدون ما نقفل برنامج الاوتلوك. الحجم بتاع الملف كبر ووصل للماكسيمم سايز. عشان نقدر نصلح ملف البي اس تي بروح ل سكان بي اس تي التول الرئيسيه بالنسبه لنا، ودي هنلاقيها موجوده على حسب اصدار الاوفيس والويندوز بتاعك في الروت اللي احنا حاطينهم قدام عينينا. انا جمعتهم ليكم. مش مفضل خالص ان احنا نكبر حجم البي اس تي، ولازم لو الحجم ده كبر نجري على طول على الاركايف اللي احنا هنلاقيه في اكتر، نقدر نجيبه من اكتر من مكان. وفي عندنا الاوتو اركايف. لو انا رحت قلت له اعمل لي عملية مانج للدوكيمنت، او سوري انا هاجي هنا هقول له من فايل وديني على من جوه الاوتلوك، بعتذر، من فايل هقول له ودينا على الاكونت سيتنج. ومن الاكونت سيتنج هنا اقدر ابص على الملف بتاعي، ولو انا عايز اعمل له اركايف فانا اقدر على طول اقول له من الكلين اب تول هقول له اعمل لي عمليه الاركايف، وهنا نقدر نعمل اركايف والاوتو اركايف. يبقى دي كانت حلقتنا النهارده. ولو اي استفسار ارجو ان انتوا تعملوا لنا متابعه على الصفحه بتاعتنا على الشانل وتعملوا لايك. ولو في اي استفسار ارجو ابعتوه لنا هنرد عليكم باذن الله. اشكركم ودمتم في امان الله.